السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم قناة اكلة بسيطة في مطبخي. معانا النهاردة طريقة الرز المعمر، طريقة سهلة، طريقة هتعجبكم جدا 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 بجد. حلوة قوي. شايفين الطبقة بتاعت الوش بتاعته؟ بصوا الرز عامل ازاي، مفرفر مش معجن. طريقة مظبوطة فعلا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، وان شاء الله هتجربوها زيي بالظبط. المقادير بقى بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين من الرز، معايا كوبايتين لبن، وكوباية مية وزبدية ومعلقتين قشطة وسكر وملح، ومعلقتين من السمنة سواء زبدة او فلاحي. تمام، همسح البريم بتاعي كويس. بعد كده هبدأ احط السمنة. طبعا السمنة الفلاحي لا يعلى عليها، بس لو ما عندكيش هتحطي الزبدة عادي. هنزل بقى بكوبايتين الرز مغسول مش منقوع. تمام. بعد كده هنزل باللبن، بس اللبن مش هحط الكوبايتين كلهم. حسيت ان انا لو حطيت الكوبايتين لبن مع كوبايه الميه هيعجن معايا ومش هيبقى مفرفر، فهحط كوبايه ونص من اللبن وكوبايه ميه. تمام. وبعدين هحط السكر والملح وهقلبهم كويس معاهم عشان ما يبقاش في حته حادقه وحته لا، يبقى كله ايه، طعم واحد واخد من الملح كله. بعد كده هفضي الزبديه، هنزلها برضو عليهم كده وهقلبها. تمام. يبقى عشان ما نتوهش من بعض، عملنا ايه؟ عملنا كوبايتين من الرز، عليهم كوبايه ونص لبن وكوبايه ميه وزبديه والملح والسكر. القشطه هناخد معلقتين. انا بحب اعمل خطوه كده، بحب احط معلقه مع اللبن والرز في الاول، بعد كده معلقه اول ما الرز يتشرب فيه الميه واللبن. هتشوفوا برضو هنعملها مع بعض دلوقتي. انا كده بوزعها. تمام، ما بحطهاش في ناحية واحدة، وهي كده كده اول ما بيسخن بتسيح على طول. كده استعملنا ايه؟ معلقة. هنسيبه بقى كده حوالي ساعة، يبقى الرز اتشرب من اللبن وكده، وبعد كده هدخله الفرن. بصوا انا دخلته الفرن، اتشرب خالص من اللبن والمية وكل حاجة اهي. وعمل وش كده بسيط. تمام. حطاه في صينية ليه؟ علشان لو حاجة فارت ما تفرش في الفرن وتعملي دخانة وريحة مش حلوة. وحطيته في الصينية مش هتأثر معايا بأي حاجة. هنكمل بقى باقي المعلقة من القشطة، زي ما قلت لكم هنحطها فوق الوش. طبعا لما بتسيح بقى تاني في الفرن بتدي بقى وش حلو قوي من فوق كده، وبتبقى تحفة 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 يعني. انت كده كده هتحطي المعلقتين، فاحسن ما تحطيهم الاتنين معاه وهو لسه ما اتشربش او حاجة. حطي معلقة في النص، بعدين لما يتشرب حطي معلقة فوق الوش. بصوا هي اصلا اول ما بحطها عشان هو سخن بتبدأ تسيح. بعدين بقى السمنة الباقية هحطها فوق الوش برضو كده. برضو هما هيبقوا معلقتين، اخدنا منهم دهنا وبعدين حطينا فوق الوش. دخلته بقى الفرن تاني وكده طلعته. شايفين بقى الوش بتاعه عامل ازاي؟ طبعا شفتوه في اول الفيديو، وبرضو حبيت انهالكوا بيه. طبقة من الوش تحفة تحفة تحفة. شايفين الرز عامل ازاي؟ مش معجن معايا، عشان كده ما كترتش اللبن والمية. وطبعا البرام بيحتفظ بالسخونيه، فشايفين السخونيه عامله ازاي. انا لحقتلكوا بالعافيه كده ايه، ان انا اصور لكم وانا فاتحاه يعني اخده منه. عملت بقى جنبه ارانب وملوخيه والشوربه طبعا بتاعه الارانب وفلفل كده، وده المشروب بتاعنا. هسيب لكم برضو اللينك بتاع الارانب والملوخيه في صندوق الوصف عشان اللي ما شافش الطريقه وعايزها. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. باي باي.